طبعا كلنا امبارح شفنا مباراة مصر وفرنسا واللي انتهت بتقدم فرنسا على المنتخب المصري ب3 أهداف مقابل هدف. وانا من هنا حابب اقول للناس اللي كانت متعشمة في فوز او متعشمة في ميدالية ان هي ما تزعلش قوي كده، لان الموضوع مش مستاهل. لان عامة الكورة في بلدنا ماشية سمك لبن تمر هندي وعكيف واللي انت عاوزه اعمله. منظومة من اولها لاخرها غلط وتدار باي اساس كان الا اساس واحد، وهو الاساس العلمي السليم. مبدئيا عزيزي المشاهد، اصلا المنتخب الاولمبي ده نادر يعني اما تلاقي فيهم واحد او اتنين بيلعب اساسي في فرقته، او على الاقل شارك ماتشين 3 مع فرقته. في المقابل انت بتلعب منتخب فرنسا اللي على ارضه وسط جماهيره وبيدربوا اصلا تيري هنري، وثلاث ارباع لعيبته بتلعب في فرقهم، ده غير ماتيتا اللي بيلعب اساسي في كريستال بالاس وهداف الفريق واحسن لعيب في الفريق. فما تاخدناش الحميه والرجوله ونقول ان هي كان ممكن تيجي معانا ونصعد. كان ممكن تيجي معانا ونصعد، ولكن بركاوي المنظومه اللي لسه بتخلي الدوري المصري يتلعب لحد دلوقتي في ظل ان المنتخب الاولمبي محتاج لعيب زي محمد عبد المنعم او مصطفى فتحي او امام عاشور او ايا كان اللعيبه اللي المنتخب محتاجهم. الانديه عندها الحق في انها لسه بتنافس على الدوري، فطبيعي ان هو ما يديلكش حد. فحتى لو انت بتتكلم وبتقول ان هي مهمه وطنيه وما ينفعش نفضل مصلحه الفريق على مصلحه المنتخب، معلش برضه فهمني انت ازاي بتقول الكلام ده وعلى اي اساس، لان القانون اصلا في صف الانديه قصاد المنتخبات اللي بتطلب لعبتها للمنتخب الاولمبي. فانت في الاول لو كنت موفر لي دوري بمواعيد سليمه وهيخلص في ميعاد معين قبل الاولمبياد، طبيعي ان ما كانش حد هيرفض يديك لعيبته. مع ان في الاصل انديه كتير زي مثلا النادي اللي بيلعب له محمود تريزيجيه في تركيا، او حتى النادي بتاع عمر مرموش، او حتى ليفربول مع محمد صلاح، الثلاثه رفضوا ان هم يضموا لك لعيبتهم. فبالتالي انت قدام عدم تنسيق ومنظومه ماشيه زي ما قلنا قبل كده سمك لبن تمر هندي. طب ما تاخد التقيله بالمره، اقول لك ان اصلا كان في اجتماع بيتعمل في اتحاد الكوره وما حضروش الاهلي ولا فيوتشر، والانديه اللي حضرت وافقت ان هي تكمل الكاس بعد ما الدوري يخلص. يعني انت هتخلص دوري هتخش في كاس مصر، او هتلعب الاثنين مع بعض على التوازي، فبالتالي لعيبتك مش هترتاح وليهم ربنا بقى. وتيجي بعدها تقول اصل لعيبتنا بتلعب شوط واحد قدام فرقه زي فرنسا والشوط الثاني ما بتلعبش. مع انك اصلا لما بتيجي تختار لعيبه للمنتخب، يا اما بتختار لعيبه مستهلكين للمنتخب الاول، يا اما بتختار لعيبه اصلا ما بتلعبش للمنتخب الاولمبي وتقول انا رايح انافس على ميداليه. في الاول وفي الاخر الكره المصريه عمرها ما هيتصلح حالها غير باداره علميه سليمه. شغل الحم مواسم والعب بعدها كاس مصر، وكمان ان في كلام ان الانديه السنه الجايه ممكن ترفض موسم استثنائي، لا ما بدهاش بقى، احنا نقفل النشاط ده خالص. سلام.